السلام عليكم. واحدة اسمها ياسمين اختفت لمدة سنة كاملة ورجعت ليلة العيد سنة 2024، بس رجعت بشكل تاني خالص، وكان معاها ابنها الكبير اللي عارف أمه كانت مختفية فين ليلة العيد. واحدة من أصعب القصص اللي حصلت في الإسماعيلية هنحكيها في القصة كاملة. 2024 ده تاريخ القصة، لكن هي هتبدأ من 2014. في عزبة العمدة الصالح في الإسماعيلية شاب اسمه عبد الرحمن عايش مع عيلته في نفس العزبة، شغال عامل باليومية وما عندوش أي ضيوف في حياته. في الوقت ده كان عنده 26 سنة. كان كل اللي همه في الشغل إن يلف فلوس آخر اليوم عشان يعرف يشتري جرعة مخدرات اللي متعود عليها، ولا فارق مع شغال ايه ولا بيعمل ايه. المهم ان كان في فلوس بتجيله عشان يشتري المخدرات بتاعته، وعيلته تعبت معاه من كتر ما نصحته ان لازم يبعد عن الطريق ده، لكن هو كان مقتنع باللي بيعمله جدا وما عندوش اي استعداد يسمع كلام من اي حد. ومن هنا بدأت العيلة تفكر في موضوع الجواز، واحتمال بنسبة كبيرة لما عبد الرحمن يتجوز حياته وسلوكه يتغيروا تماما. وفعلا يفتحوا عبد الرحمن في نفس التوقيت يوافق على طول، وكأنه كان مرتب كل حاجة، لأنه كان معجب بواحدة اسمها ياسمين وتبقى جارتهم وعايشة في نفس العزبة. بنت محترمة جدا ومن عيلة كل الناس بتشكر فيها ومعروف عنهم سمعتهم كويسة جدا. ولما تقدم عبد الرحمن لعيلة ياسمين العيلة وافقت عليه على طول، لأنهم عارفين إن عبد الرحمن من عيلة كويسة في العزبة. ده غير كمان إن ياسمين وافقت لأنها شايفة إن هو شاب مناسب في الوقت ده. ياسمين كان عندها 24 سنة، وبحسابات القرية والأرياف إن البنت في السن ده تبقى كبرت وبكده يبقى فاتها قطر الجواز، وبرغم إن ده مش صح خالص لكن هما كانوا بيفكروا كده. المهم إن بعد وقت قليل الجوازة تحصل بين عبد الرحمن وبين ياسمين. ياسمين عملت في بيتها زي ما اتعلمت في بيت أبوها وأمها، إنها تحافظ على بيتها وعلى جوزها، ويبقى بيتها ده عبارة عن سر ما يطلعش لأي حد بره. وبداية الجوازة والعيشة بينهم كانت كويسة جدا. ياسمين ما كانتش تعرف إن عبد الرحمن مدمن، لكن كانت بتلاحظ عليه تصرفات غريبة بتحصل، بس هي ما كانتش فاهمة هو بيعمل كده ليه. بعد فترة من الجواز ربنا رزقهم بالأطفال، لكن الوضع والحياة ما كانوش كويسين. عبد الرحمن ما عندهوش شغل ثابت ودايما ما معهوش فلوس، لحد ما عرفت ياسمين ان جوزها عبد الرحمن مدمن بعد ما شافته اكتر من مره بيشرب مخدرات في البيت. وعرفت كمان ان اي فلوس بيكسبها من الشغل اللي بيشتغله كان بيصرفها على المخدرات، وما كانش بيجيب اي حاجه في البيت. ولو جاب يوم من غير ما عبد الرحمن يكسب اي فلوس كان ممكن يبيع اي حاجه في البيت، المهم انه يشتري الجرعه اللي متعود عليها. وبدأت المشاكل تحصل بين عبد الرحمن وبين ياسمين، والمشاكل كلها كانت بسبب المخدرات وتقصير عبد الرحمن في بيته في ولاده، وانه ما بيصرفش عليهم اي حاجه، وفعليا شايل ايده من البيت خالص. مشاكل ياسمين مع عبد الرحمن كلها كانت بسبب المخدرات، ومشاكل عبد الرحمن مع ياسمين كلها كانت بسبب السيناريوهات اللي كانت تشكل في مخه بسبب المخدرات. عبد الرحمن كان مقتنع ان ياسمين تعرف واحد تاني عليه، وانها بتخونه، وان عشقها ده بيجيلها البيت لما عبد الرحمن بينزل منه. واول ما يفوق من اللي شربه يقعد يعتذر لياسمين ويقول لها حقك عليا. ياسمين للاسف كانت كل مره بتسكت على اللي بيعمله عبد الرحمن. وبعد مرور 7 سنين على الجواز ربنا رزقهم ب4 أطفال، وكان أدهم ده هو الابن الأكبر، وكان أقرب واحد لأمه ويعتبر سندها واللي بتعتمد عليه في كل حاجة. طبعا أدهم كان مرتبط بأبوه جدا، وبرغم إنه عارف اللي أبوه بيعمله وإنه بيشرب مخدرات، لكن في الآخر ما كانش قادر يعمل معاه أي حاجة. في الآخر هو برضه أبوه. في الوقت ده ومع زيادة المصاريف والمسؤوليات بدأت ياسمين تعتمد بشكل أساسي على أهلها وأهل جوزها، وبقوا هم اللي فعليا بيصرفوا على البيت. عبد الرحمن ملوش دعوة بأي حاجة، وعيلة عبد الرحمن كانت رافضة تماما اللي هو بيعمله، وحاولت أكتر من مرة إنها تدخله مصحة لعلاج الإدمان، لكن عبد الرحمن كان بيهرب منها، كان رافض أصلا فكرة العلاج. وفي يوم والدة ياسمين كانت عندها في البيت رايحة لها زيارة، لاحظت وجود جرح غريب في وش ياسمين، فسألتها أكتر من مرة الجرح ده سببه إيه، لكن ياسمين كانت بتقول لها وهي بتنظف في البيت في حاجات وقعت عليها وعورتها. قامت أمها مسكت أدهم ابنهم الكبير وطلبت منه إنه يقول لها هو إيه اللي حصل بالظبط. أدهم يقول لها إن حصلت خناقة كبيرة بين والده ووالدته، وإن والده راح جاب فاس وضرب بيه أمه على وشها، ولولا ستر ربنا إن الموضوع كان عبارة عن جرح بس. ولما اتكلمت الأم عبد الرحمن عن اللي عمله قال لها إن بنتها تعرف حد عليه، وإن هو متأكد من المعلومة دي. من كتر ذكاء ياسمين إنها مخبية كانت كل وسائل الاتصال اللي بينها وبين عشقها. الأم طلع رفضت كل الكلام اللي سمعته من عبد الرحمن، لكن للأسف أصرت إنهم يقعدوا مع بعض، إنهم يتصالحوا ويصفوا كل الأمور اللي ما بينهم، وإنها تكون قاعدة وشاهدة على اللي بيحصل ده. بعد تتكلم معاهم عشان ما يتطلقوش ويشربوا بيتهم ويتضر عيالهم. وبعد مرور شهرين ياسمين وهي قاعدة في بيتها فجأة بقى عبد الرحمن بيتصل بيها بيقول لها إنها لازم تيجي على البيت دلوقتي
عشان تاخد بنتها وتعمل محضر في أخوها عبد الرحمن اللي اتعدى على بنتها جامد وضربها بطريقة صعبة جدا. تخيل إن الدرجة دي عيلته كانت أصلا متبرية منه، والأم توصل على البيت عشان تلاقي ياسمين شكلها مضروب جامد جدا، وتتفاجئ إن أهل جوزها المرة دي هما اللي اتدخلوا ووقفوا قصاد أخوهم عبد الرحمن، إنهم طلبوا من أم ياسمين إنها تعمل محضر في أخوهم وإنها تاخد بنتها وإن لازم يطلقوا. وللأسف المرة الثانية الأم تفقد فكرة الطلاق وتقنع ياسمين وتقنع عبد الرحمن إنهم لازم يهدوا على بعض شوية ويدوا لبعض فرصة ويشيلوا فكرة الطلاق عن دماغهم خالص، وتاخد عهد على عبد الرحمن إنه يغير طريقته وإنه يصلح كل المشاكل اللي بينه وبين مراته. وعبد الرحمن يوعدها بكده. وبعد مرور شهر عبد الرحمن يطلع على بيت حنان وحماته ويبلغهم إن ياسمين هربت من البيت وإن حاول يدور عليها في كل مكان وإنه مش لاقيها ومتأكد إنها هربت مع عشاء ومحدش يعرف راحت فين. حماه وحماته رفضوا إن عبد الرحمن بيقولوا، لكن في نفس الوقت كانوا مغلطين ياسمين إنها إزاي تسيب البيت وتهرب. وبعد ساعة جرس التليفون بتاع البيت يرن، والأم ترفع السماعة عشان تلاقي ياسمين بتقول لها إنها قاعدة عند واحدة قريبتها وإنها مش مستحملة العيشة وقررت تسيب البيت، إن عبد الرحمن ما تغيرش وبنفس طريقته هي تلاقي على كل اللي بيحصل بينها وعبد الرحمن. تلاقي كمان إن مدمن وإنه بيضيع كل فلوسه على المخدرات. وللأسف لثالث مرة الأم تقنع بنتها إنها ترجع تاني عشان يتكلموا مع بعض، وإن دي هتكون آخر مرة وإنها تتدخل بنفسها وهتصلح العلاقة بين ياسمين وبين عبد الرحمن وترجع بيتها يستقبلها عبد الرحمن وكأنه مش متضايق من أي حاجة. ونوصل لأول يوم في العيد سنة 2023، يعني من سنة بالضبط. عبد الرحمن يطلع على بيت أهل مراته ويبلغهم إن ياسمين هربت تاني وإنه متأكد المرة دي إنها مع عشقها وإنه بيحاول يكلمها أكتر من مرة فيلاقي تليفونها على طول مقفول. أبوها وأمها يدوروا عليها في كل مكان وفعليا ملهاش أي أثر. عبد الرحمن في نفس الوقت ينزل على اسم الشرطة ويعمل محضر بالتغيب ويتهم إنها هربت عشقها. ولما رجال الأمن يسألوه عن عشقها يقول لهم إنه معرفش عنه أي حاجة، لكن هو متأكد إنها على علاقة بحد وإنها هربت معه، وقفل على أولاده وقطع العلاقة تماما بينه وبين أهل مراته وقال لهم إنه ما يشرفوش إنه يعرف عيلة بالشكل ده. الأب والأم يدوروا على ياسمين في كل مكان لكن فعلا ملهاش أي أثر، ويكلم كل الناس اللي ممكن ياسمين تروح لهم لكن كلهم محدش فيهم شافها. ورجال الأمن تعرف إن ياسمين هربت قبل كده من البيت، فعشان كده يتوقعوا إنه وارد جدا تكون عمل كده للمرة التانية. وياخدوا أقوال عبد الرحمن وأقوال أبوها وأمها ويوعدوهم إنهم في أقرب وقت هيلاقوا بنتهم ياسمين. ويمر أكتر من شهر وياسمين ملهاش أي أثر، والعلاقة اللي بينها وبين عبد الرحمن وأهل مراته تتقطع تماما. التحريات الأمنية شغالة لكن للأسف كل اللي معمول هو بلاغ تغيب ومفيهوش أي اتهام لأي شخص. إن عيلة ياسمين كانت عيلة طيبة ومحترمة واكتفت بس بإنها تعمل بلاغ تغيب. ويمر 11 شهر بالظبط، يعني قبل ما يجي العيد في سنة 2024، رجال الأمن يلاقوا أخو عبد الرحمن داخل عليهم بيبلغوا معلومة غريبة، اللي مختفي مش بس ياسمين بس كانت كمان معاها ابنها أدهم وملوش أي أثر. معلومة جديدة وغريبة جدا على رجال الأمن، وإيه اللي يخلي أبو عبد الرحمن ما يعملش أي بلاغ تغيب ابنه قالها. فيتم استدعاء عبد الرحمن قبل العيد بكام يوم. ولما يوصل يقول لهم إنه ما بلغش عن ابنه اختفى، لأن ابنه اتصل بيه وقال له إنه موجود مع والدته وإن والدته هربت ومش عايزة ترجع على بيتها تاني، وإن أدهم إنها الكبير هيفضل معاها وجنبها ومش هينفع يسيبها خالص. ولما رجع الأمن سألوه ليه ما قالش المعلومات دي قبل كده، قال لهم أكتر من حجة لكن كلها مش مقنعة. وإن رجال الأمن بدأوا إنهم يغيروا رأيهم في القضية خالص ويتعاملوا مع الموضوع إنه مش مجرد بلاغ تغيب، وإن عيلة ياسمين وياسمين نفسها سمعتهم كويسة جدا. وتبدأ التحريات الأمنية بشكل سريع عشان توصل معلومة غريبة جدا، إن في بلاعة محفورة قدام البيت، والبلاعة دي ليها علاقة بالصرف الصحي. بس لما سألوا رجال الأمن المسؤولين عن الصرف الصحي في العزبة قالوا لهم إنه ما عملوش أي حفظ يخص الصرف الصحي ولا عملوا أي تطوير في المنطقة دي. فتتحرك قوة أمنية على بيت عبد الرحمن ويسألوا عن سبب حفر البلاعة دي قدام البيت، فيقول لهم إنها بلاعة خاصة بالصرف الصحي. فهنا رجال الأمن تعرف إن عبد الرحمن بيكذب عليهم. يطلب رجال الأمن من بعض المساعدين إنهم يحفروا البلاعة دي، وبسرعة جدا وبعد ما يحفروها يوصلوا لعمق كبير اكتشفوا وجود جثتين في حالة تحلل كامل. ولما يجيبوا عبد الرحمن فيسألوا عبد الرحمن مين دول، يعترف ويقول لهم إن دي مراته ياسمين وابنه أدهم.
بس ايه اللي حصل بالظبط بعد رجوع ياسمين من هروبها المرة الأولى؟ عبد الرحمن قرر إنه لازم يقتلها، لأن المخدرات قعدت ترسل سيناريوهات كتيرة في عقله، وكل السيناريوهات دي عبد الرحمن كان مصدقها، فحط الخطة اللي كان كل ما يفكر فيها كان لازم يشرب مخدرات أكتر، في الخيال يعلى معاه ويقرر إنه هينفذ الخطة دي وإنه محدش هيكتشف. فيبدأ الأول بحفر بلاعة تبان قصاد الناس إنها خاصة بالصرف الصحي، وبعدها يحط سكين ويستنى اليوم اللي هينفذ فيه جريمته. وفي ليلة تنفيذ الجريمة اللي هي كانت وقفة العيد سنة 2023، عبد الرحمن يستنى لما ولاده يناموا وياخد ياسمين عشان يتكلم معاها شوية ويدخلها الأوضة ويذبحها بدم بارد، وبعد كده يشيل جثتها ويرميها في الحفرة ويردم عليها. وكان مخطط إنه هيقول لكل الناس إن ياسمين هربت مع عاشقها. وتاني يوم الصبح لما قام من النوم اتفاجئ بإن أدهم ابنه بيقول له إنه عايز يتكلم معاه شوية، ويقول له إنه ما كانش نايم امبارح وإن شافه وهو بيذبح أمه، وسأله هو ليه عمل كده. الولد ما كانش مستوعب إن الأب ممكن يعمل كده في أمه، فكان بيسأله وهو مش مستوعب اللي شافه أصلا. فقرر عبد الرحمن إنه لازم يقتل أدهم ابنه الكبير هو كمان، إنه كده هيبوظ له كل حاجة في وسطه، ويطلب منه إن ما يتكلمش مع أي حد لحد بالليل، ولما يجي الليل هياخد أدهم عشان يتكلم معاه. فيتفاجئ إن أبوه بيخنقه لحد ما مات، وبعدها يشيل جثته هو كمان ويحفر تاني في نفس الحفرة ويرميه جنب أمه ويردم، وبعدها يطلع على بيت حماه حماته ويبلغهم بالسيناريو اللي كان رسمه من الأول. ليلة العيد سنة 2024 رجال الأمن بلغت أهل ياسمين إنهم لقوا ياسمين ولقوا أدهم، بس للأسف لقوهم عبارة عن جثث، ويتم تقديم المدمن اللي اسمه عبد الرحمن للمحاكمة وفي انتظار الحكم العادل اللي أتوقع إن هو هيكون إعدام. صحيح المخدرات بتعمل أكتر من كده، بتسحب البني آدم من إنسانيته ومن كرامته ومن رجولته ومن أي حاجة، لدرجة إنها توصل واحد زي عبد الرحمن إنه يعمل كده في مراته وفي ابنه. السلام عليكم.